السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة بإذن الله حبيت أكلمكم عن شكوى بتحصل اليومين دول، وطبعا هي مش شكوى عمومية أو بتحصل ناس كتير، بتحصل لعدد بسيط طبعا من الأطفال، بس العدوى بتاعتها سريعة الانتشار وممكن تحصل لفرد أو اتنين أو تلاتة في نفس الوسط وفي نفس المكان وفي نفس العيلة. بس الميزة بتاعتها اللي هي عدوى بتحصل لمرة واحدة في العمر، يعني لو جات لطفل واحد ما بتكرروش، مش بتيجي له تاني، يعني هي عدوى مرة. ايه هي العدوى ديت؟ دلوقتي انا جالي طفل عنده حوالي 11 سنة بيشتكي ان هو في كسل وخمول في جسمه، مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم من المكان اللي هو نايم فيه، بطنه منفوخة شوية، عينيه بالفحص فيها نسبة اصفرار بسيط. طبعا سألت الأم وسألت الطفل عن لون البول، قال لي لون البول غامق شوية عامل زي الشاي الخفيف. بدأت أفكر في كذا نقطة، قلت أعمل للطفل سونار، عملت له سونار، لقيت طبعا في التهاب في جدار المرارة، في احتقان في جدار المرارة، السمك بتاع جدار المرارة سميك شوية. معنى كده اللي حصل عندنا في ميكروب بيأثر على المنطقة ديت، وفي تضخم بسيط في الكبد وتضخم بسيط في الطحال. هنا بدأ التفكير ينحصر في نقطة بسيطة، وبدأنا نبدأ نشتغل دماغنا على حاجة بسيطة. سألت الأم هو الطفل دوت بياكل حاجة من بره البيت كتير؟ بياكل سندوتشات من بره؟ بياكل حاجات مكشوفة من بره؟ قالت لي هو بياكل ساعات سندوتشات كبدة من المحلات اللي بره ومن العربيات الموجودة في الشارع. طبعا بدأنا كده نوصل إن الطفل ده كل حاجة من بره البيت، عملت له عدوى والتهاب فيروسي، أدى لكسل وخمول في الجسم واصفرار في العين وتغير في لون البول، وبالتالي الطفل دوت عنده انهاك تام للجسم، مش قادر يتحرك. طلبت منها تعمل لي تحاليل صورة دم كاملة، وتعمل تحليل بول، وتعمل تحاليل وظائف كبد، وتعمل تحليل فيروس ألف. طبعا تحليل فيروس ألف طلع إيجابي. تحليل وظائف الكبد طلعت الصفرة بتاعته عالية شوية، حوالي 7.8، والدايركت بالروبين طالع معانا حوالي 6. والانزيمات بتاعت الكبد طالعة طبعا، واحد طالع 900 والتاني طالع 1000. وتحليل البول ظهر فيه نسبة صفرة في البول، وبكده عرفنا وصلنا التشخيص ان الطفل دوت جاله حاجة اللي اسمها الالتهاب الفيروسي الكبدي ألف. طبعا بدأت أفهم الأم طبيعة الميكروب دوت أو طبيعة الفيروس دوت، اللي هو فيروس بيجي بيعمل خمول وتعب في الكبد، وبيبدأ يعلي نسبة الصفرة، وبيبدأ يعمل كسل في الجسم، والطفل طبعا بيبقى منهك تماما مش قادر يتحرك. وبدأت أفهمها إن الفيروس دوت اللي هو الفيروس التهاب الكبد الوبائي ألف من النوع اللي هو مفيش منه مشكلة، في النسبة العامة في حوالي 99% من الحالات ما بيحصلش أي مشكلة خالص، وفترة الحضانة بتاعته من حوالي 3 أسابيع لشهر ونص، وبعد كده الطفل بيرجع لطبيعته تاني. بس هي الفترة اللي الصفرة بتزيد فيها اللي هي من أسبوع ل10 أيام بيبقى فيه خمول، والطفل بينام باستمرار، والهضم بيكون ضعيف، وبيحصل له انتفاخ في بطنه باستمرار، والصفرة بتزيد شوية. وفهمتها إن الطفل ده محتاج يرتاح في البيت وياخد أدوية، حاجة للحرارة زي الستال لو في حرارة، وحاجة للهضم، وحاجة منشط للكبد، وممكن كمان ما ندلوش. والأكل بتاعه طبيعي خالص، بس تكون حاجات بسيطة في نسبة سكريات شوية، وبلاش الدسامة في الأكل، لأن الطفل بيبقى نفسه غم عليه شوية عشان ما يرجعش باستمرار. والحمد لله بدأ الطفل بعد حوالي أسبوع الصفرة بدأت تقل ويحس بالتحسن، وكل حاجة رجعت لطبيعتها. فأنا حبيت أو أهم حاجة في التعب دوت إن الأم تخلي بالها الطفل بيكون ليه طبق معين ومعلقة معينة وكوباية معينة يشرب فيها، وبلاش الاختلاط باخواته، لان العدوى بتيجي عن طريق الاكل والشرب، عشان ما يعديش بس اخواته، خصوصا في الفترة اللي هو بيعدي فيها ان الصفرة بتكون فيها عالية. وبلاش موضوع الزيارات لان الطفل بيكون مناعته ضعيفة، عشان ما يحصلش لا قدر الله التهاب حاد في الكبد اللي هو اكيوت ليفر سيل فيلير، وبالتالي الطفل ممكن يستدعي ان الطفل لا قدر الله يدخل في حاجه اسمها فالمنانت ليفر سيل فيلير، وبالتالي يدخل المستشفى وندخل في مشاكل تانية. ودي كانت قصة قصيرة كده حبيت أعرفكم اللي فيها الالتهاب الكبدي الفيروسي ألف بيحصل إزاي، وطريقة العلاج بتاعته، والفترة الحضانة بتاعت الفيروس،
وان الموضوع بتاع الفيروس كبدي الالتهاب الكبد الوباء الف ما فيش منه لا قدر الله خطر خالص، بس اهم حاجه فيه الراحه التامه بالنسبه للطفل وما يحصلش فيه اي مجهود. ودي كانت معلومه بسيطه مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه كتير وموضوعات جايه كتير. ولو في اي حد عنده موضوع يحبنا احنا نتكلم فيه يبعت لنا على الرسائل او يكتب لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.